ايه اللي بيميز شغل المزرعة عن شغل غيرك او بيخلي صاحب المزرعة يمسك في حاجته؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة ونتكلم مع بعض عن حاجة من اهم الاساسيات في المزرعة. لو حضرتك عندك مزرعة او لو مش عندك مزرعة، لو حضرتك عندك عجل او عجلين او اي حاجة لازم تكون موجودة عندك. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة عن موتور الرش. ده موتور الرش فايدته ايه في المزرعه وانا هستخدمه بايه؟ حضرتك لو عندك حيوانات سواء غنم سواء عجول سواء جاموس، اي حيوانات موجوده عندك طبعا لازم تطهرها ولازم تنضفها اول باول. طبعا احنا كنا عملنا حلقه قبل كده عن فوائد الجير المطفي وازاي تطهر بيه، بس طبعا الجير المطفي لوحده ما يكفيش. فلو حضرتك مثلا ما عندكش مزرعه اللي مستاهله اللي انت تجيب موتور، ده موتور 600 مثلا 600 لتر، في مواتير صغيره تانية كده ممكن تجيبها مجموعه، في مواتير بتتشال على الظهر، في رشاشات. لو حضرتك عندك عجل واحد ممكن ترشه بالبخاخه اللي هي بتاعه المعطر دي. يعني مش لازم يكون عند حضرتك موتور زي ده او اكبر من ده او اصغر من ده. طب انا الموتور ده هستخدمه في ايه؟ هستخدمه ان انا هطهر بيه. طب انا هطهر ايه او انا هرش ايه او هعمل ايه؟ اول حاجه لازم الاول تعرف انت حضرتك هترش ايه، عشان خاطر ما ترشش حاجه اللي هي ممكن ترش حاجه ما تكونش امنه تموت معاك البهايم. البهايم كلها تموت او العجول او المعيز او اللي موجود عند حضرتك. فلازم تتاكد ان الحاجه اللي انت بترشها ديت امنه 100%، وتكون عن تجربه وتكون جايبها من محل موثوق منه. وحاجه تاني، العبوه، الكميات اللي مكتوبه على العبوه لازم حضرتك تمشي عليها. يعني مثلا ما تكونش الشركه قايله لك حط 1 سنتي، ويجي صاحب المحل او اللي قاعد في الصيدليه ما يكونش دكتور ما يكونش فاهم يقول لك لا يا عم حط 2 سم، حط 2 سم ونص. عشان ايه؟ عشان يجيب نتيجه. انت كده بتزود الكميه. لو هو امن على 1 سنتي، انت لما تحط 2 سنتي كده انت ممكن تموت حيواناتك كلها. طبعا في كذا اسم او في كذا نوع تجاري موجود في السوق وفي كذا حاجه. طب انا ايه اللي انا شغال بيه؟ اللي انا شغال بيه دي حاجه اهو، ده اسمه بيتوبان او بوتوبان. يا رب يكون واضح لحضراتكم في الكاميرا. الازازه ديت 500 سم، هي ممكن تكون غاليه شويه، غاليه شويه بس دي امنه. طب دي بتشتغل معايا على ايه؟ دي بتشتغل معايا على الطفيلات الخارجيه، وبتشتغل معايا على الناموس وعلى الحشرات وعلى الدبان، بتشتغل معايا على جميع انواع الحشرات. طب هل انا ممكن ارش الحيوان؟ طبعا انت بترش الحيوان وبترش الحيوان من تحت بطنه، من تحت الاماكن اللي هو بيتواجد فيها الجراد واللي هو بيتواجد فيها ايه، الحشرات والحاجات دي كلها. طبعا مش لازم ما تستكفاش برش الحيوان بس، يعني ترش معاك الحيطان، ترش معاك الارضيه. لازم تطهر المكان بالكامل. يعني حضرتك برضك لو عندك في المكان طيور، لو عندك في المكان ارانب، لو عندك في المكان غنم، اللي موجود عند حضرتك لازم تطهر المكان بالكامل. وان شاء الله زي ما عودناكم احنا من اللي احنا بنقدمه واللي احنا بنعمله، احنا بنقدم حاجات من قلب المزرعه، ما بنقدمش كلام وخلاص. احنا بنقدم اللي احنا بنشتغل بيه وبنقدم حاجه عمليه. يعني النهارده مثلا احنا هنطهر، احنا هنرش مع بعض وهنرش مع حضراتكم. طبعا انا مالي في الموتور هنا، الموتور فيه هنا ايه، حوالي 100 لتر. قرب كده في الموتور. الموتور زي ما حضراتكم شايفين اهو، يا رب يكون واضح. انا مالي فيه لتر 100 لتر بس على ايه، على قد المكان اللي انا هرشه، مش لازم املى الموتور كله. طبعا ده معيار انا بعاير بيه، ديت 20 سم، العبوه البلاستيك ديت فيها 20 سم. فانا هحط ايه، هحط 5 عبوات من ديت على 100 لتر. ده بيستخدم كل سنتي لكل لتر ميه. طبعا لازم ترج العبوه قبل ما تستخدمها كويس. قرب هنا في التانك تحت. زي ما حضراتكم شايفين كده المية قلبت معانا بيض، بس لازم تشتغل بالكمية الموصى بيها، ما ينفعش تكتر عنها. طبعا احنا حطينا دلوقتي 100 سنتي، لازم تحط برضو بمعيار او تحط بمقاس، ما ينفعش تحط عشوائي كده ايه وخلاص. طبعا احنا المكان ده لازم تقلبه اهو، هنقلب معاكم. وريهم الميه كمان مره عملت ازاي. ريت. طبعا احنا حطينا الدواء اهوت، وهنخش ايه، هنخش الرش مع حضرتك. معلش بقى سامحوني لو الفيديو هيبقى طويل شويه.
بس ايه دي حاجه مهمه لازم حضرتك تعرفها. تعالى دور يا كريم. حاجه برضو لازم تكون حضرتك عارفها، يعني لو انت عندك مثلا كذا مكان او كذا شونه، هات كده المكان ده وهات المكان ده في السريع كده، ما ترش اول باول. يعني انا مثلا هجيب المكان هجيبه من جوه وانا طالع كله اول باول عشان خاطر الحشرات ابقى سيطرت عليها كلها مره واحده. وهرش برضو مع حضراتكم. حلو. تعالوا قرب هنا، اقفل الباب اللي عندك ده. تعالى قرب. ايوه طبعا انا برش ازاي؟ شايفين حضراتكم الحيطان؟ الحيطان كلها اهي. انا بغسل المكان كله من فوق لتحت. شايفين حضراتكم؟ الارضيات طبعا كلها لازم تتكنس ولازم تتنضف. السقف برضه مع حضراتكم اهو لازم تطهر مظبوط وكده اول باول. بس لو عجل صغير لسه مولود زي ده يعني ايه ما تكترش عليه، خشه بس من بعيد كده. عجول زي ديت طبعا اهي العجل بيترش كله ولا اي حاجه اهو. الحيطان لازم ترشها معاك مظبوط. الارضيات كلها خليك عارف انت بالظبط. شايفين حضراتكم؟ معلش لو الفيديو طويل شويه بس ديت ايه؟ دي حاجات لازم تكون حضرتك عارفها. الارضيات طبعا معانا كلها ايه؟ الارضيات اهي. طبعا هو امن، يعني عشان محدش يخاف ان هو مثلا هيموت بهايم او يعمل له حاجه. يا رب يكون الصوت واضح بس. طبعا هو امن اهو. السريبه الثانيه برضه اهو احنا بنرشها مع حضراتكم. قلنا تجيب المكان من بره لجوه. طبعا لازم ترش اهو، ترش مظبوط. المكان اللي عندك ترشه مظبوط. وقف يا عبد الفيديو. طبعا يا جماعه لازم ترش كل مكان، يعني ده الميزان اهو لازم تطهر كل مكان في المنطقه عندك. تعالى بقى بص على الحيوانات. طبعا انت هتخاف، حيوانات هتخاف وتيجي، بس طبعا اهو حيوانات بس عشان خايبه فهي ايه هتلاقيها خايفه. مفيش اي ضرر ولا اي حاجه. طبعا الحيوان اهو كله سبحه ولا يهمك. دي بقره برضه اهي، بقره عوش اهو ولا يهمك اي حاجه. لازم تطهر مظبوط وترش مظبوط، ما تخافش على الحيوانات اهي. طبعا الحيوان كله اتسبح من اوله لاخره اهو. هي بس البقره دي اللي خايفه وبتجري، بس مش هسيبها. دي الغنم برضو يا جماعه. هي الغنم طبعا ما بيجيلهاش جراد، بس طبعا ده بيشتغل معايا يعني عن الحشرات والناموس والدبان وجميع الحاجات دي كلها. فطبعا برضو لو موجود عندي في المكان غنم لازم اطهرهم برضو وارشهم. طبعا في مواليد صغيره معانا، في مواليد متوسطه،
الدواء امن. انا بما يرضي الله بقول لكم على الحاجه اللي انا بستخدمها والحاجه اللي انا برشها، ولا بغير ولا بعمل. انا بديكوا حاجات من قلب المزرعه وحاجات عمليه، مش قاعد على مكتب وبتكلم. انا بعرفكم الحاجه بتتعمل ازاي. ادي الغنم برضو هي طهرناها، تطهر المكان كله، ما تخافش من اي حاجه. تعالى معايا كده برضو المكان اللي هم بيبيتوا فيه. قرب. طبعا ده المكان اللي هم بيبيتوا فيه، لازم برضو اطهره كله بالكامل زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا عايزك في الاخر ايه، عايزك في الاخر تشتغل صح. يعني مثلا لو ازازه البيتوبان ديت ب 1000 جنيه او ب 1200، انا ما اعرفش سعرها دلوقتي ايه او ماشيه كام، بس دي هتقعد معاك كتير وهتقعد معاك ياما. انت هتفادي نفسك من طفيلات الدم اللي هو العدو الخفي بتاع الشغلانه دي. هنطلع برضو مع بعض كده على الطيور برضو نرشهم. طبعا دي يا جماعه معانا فراخ اهم، شويه فراخ وشويه بط بتوع امي. لازم برضو ايه، لازم نظبط لهم المكان ونطهرهم برضو. طبعا المكان اللي موجود عندنا كله لازم نطهره اول باول. بس المهم الدواء يكون امن. حط تحت امن ديت 100 خط. سيبونا هنا يا جماعه. معانا برضو الارانب، قرب هنا تعالى. دولت برضو شويه ارانب اهم، هنرشهم. احنا كده خلصنا ان شاء الله. معلش لو الفيديو طول شويه، انا بعتذر لحضراتكم، بس انا بقول لكم حاجه عمليه. يعني انا بوريكم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتأتى وايه اللي بينعمل اول باول. فانت لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه، وما تنساش تقول لنا انت شغال بدواء ايه امن، عشان برضو نفيد بعض ونستفاد من بعض. ومتشكر جدا ليكم. السلام عليكم.